لو جينا نتكلم عن المهارات اللي ممكن تكسب بيها فلوس أونلاين، فهنلاقي يعني مش هأبالغ ولو قُلت إن في مئات الطرق والمهارات اللي أنت ممكن تتعلمها عشان تكسب بيها فلوس وتعمل بيها دخل أونلاين، سواء كان الدخل ده أنت تعمله مثلًا وأنت في البيت وأنت في مكان معين، أو حتى الدخل ده كان دخل أساسي أو دخل فرعي أو جانبي أو أيًا كان. ولكن أنا النهارده هاتكلم عن حاجات من وجهة نظري أنا، وفي حاجات فيها تجارب شخصية مهمة جدًا ومن الأهم في الوقت الحالي اللي أنت ممكن تبدأ فيها، وإنك تبدأ فيها مش هيبقى بالصعوبة اللي أنت متخيلها. وآخر نقطة هاتكلم عليها في الفيديو هي أهم نقطة في الفيديو. طبعًا هي حركة رخيصة جدًا عشان أنت تتفرج على الفيديو، ولكن حقيقي والله مش ده قصدي، هي فعلًا آخر حاجة. هي أكتر حاجة أنت لو هتطلع بالفيديو، يعني لو الفيديو ده هتطلع بحاجة واحدة فهي آخر نقطة أنا هاتكلم فيها خالص. بس والله مش عشان تتفرج على الفيديو، ممكن تروح على طول تتفرج على آخر دقيقتين 3 في الفيديو عشان تعرف على طول يعني. شوف أنا صريح إزاي. قبل أي حاجة أنا حابب أشكر الناس على الدعم هنا والcomments والتعليقات والحاجات اللي هي الإيجابية جدًا. طبعًا في ناس بتشتم ما أعرفش ليه، ولكن ما لناش دعوة، في ناس متضايقة من حياتها ما لناش دعوة بيها. المهم أفضل مهارات تتعلمها حاليًا في 2026 و2027 ممكن تكون سبب في إنها تغيّر حياتك في الكام سنة الجايين، والله أعلم يعني. المهم إن إحنا بنسعى وبنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. أول مهارة وهي الAI automation/AI agentic. يعني إيه؟ يعني ChatGPT. شُفت ChatGPT؟ ChatGPT دي الحاجة اللي الناس تعرفها عن الAI. ينزّل application يخش يسأله أعمل إزاي وصفة عندي بطاطس ولحمة، قُل لي أعمل غدا إيه النهارده، أو مثلًا اكتب لي ملخص مثلًا للفيديو ده، أو الحاجات اللي هي الsimple أو البسيطة جدًا اللي الناس بتستخدمها عن الAI. واللي أنا قُلته ما لوش علاقة خالص بالموضوع ده، ده اللي الناس تعرفه عن الAI أو عامة الناس يعني. ولكن الAI agentic والAI automation ده مقصود بيه إن حضرتك تتعلم الAI اللي هو بالمناسبة مكسّر الدنيا، مستبدل آلاف ومئات الآلاف من الوظايف، وللأسف الشديد كان سبب في إن في ناس كتير جدًا خسرت شغلها. ولكن إحنا دورنا في الحياة إن إحنا نتأقلم ونتعامل مع الموجود، مش إن إحنا نُقف حائط سد الحياة تكسّرنا، لأ، بنحاول إن إحنا إيه، نمشي مع الحياة والupdates والحاجات اللي بتحصل في الحياة، ونتعامل مع كل الحاجات اللي بتحصل فيها. الAI automation والAI agentic هو إن أنت تتعلم الAI، تتعلم إزاي تعمل AI، تتعلم إزاي تستخدم الAI في إن أنت تعمل أنظمة وحاجات تخدم الشركات وتخدم اللي هي إن أنت تساعد الشركات وتساعد حتى الأفراد إن هم إزاي يوفّروا وقتهم ويوفّروا فلوس بيدفعوها لناس بمقابل الحاجات اللي هم عايزين يعملوها، يعملوها بالAI. يعني الشركة دي أنا بنيت شركة، الشركة دي بتقدّم خدمة معيّنة، فحضرتك هتيجي تعرض عليّا وتقول لي يا أستاذ عمر إن أنت دلوقتي حاليًا الشركة دي المفروض إن أنت محتاج 10 موظفين، لأ إحنا هنخلّيهم 2 بس، والAI هاعمل لك system AI automation يعمل لك كل حاجة أنت عايزها في الشركة دي زي ما أنت عايز. أنا هاسستم الموضوع إنه يعمل لك الشغل ده بدل الموظفين مقابل الخدمة دي. يعني أنت ببساطة شديدة بتستبدل البشر أو بتعمل شغلهم بشكل آآ وبتوفّر على صاحب الشركة. طبعًا يعني أنا حقيقي عشان برضه أكون صريح، أنا ما أعرفش الحكم الشرعي في حاجة زي دي إيه، لإن من الواضح إن يعني حتى شيء طبيعي كده أنت لمّا تيجي تفكّر في حاجة زي دي اللي هو إيه، طَب أنا كده باقطع عيش ناس، ولكن في الحقيقة هو ده رزق. أنت في النهاية مضطر إنّك تتماشى مع العصر، يعني هتعمل إيه طيب؟ هو الحياة كده، فأنت ده شغل وbusiness وخلاص. زي ما كان في وظايف من 50، 60 سَنة ما لهاش وجود دلوقتي، الناس استبدلتها بحاجات تانية وهكذا يعني. فدي وجهة نظري مش عارف، ولكن أعتقد الAI والحاجات دي هي المستقبل، أو على الأقل المستقبل القريب، لأن من الواضح جدًا إن الكام سنة الأخيرة الAI بهدل الدنيا خالص يعني. المهارة رقم 2 وهي حاجة اسمها appointment setting، أو عارف أنت اللي هي إيه، خلّيني أشرحها لك بقى. اعتبر نفسك سمسار. يعني إيه سمسار؟ يعني أنا دلوقتي عندي شركة، الشركة دي بتبيع خدمة أو منتج معين، المنتج ده تمنه مثلًا $1000 أو $100. فحضرتك appointment setter هتعمل إيه؟ هتروح تقول لي طيب يا عمر، أنت دلوقتي عندك الخدمة دي أو المنتج أو الشركة بتاعتك بتبيع حاجة معينة، أنا هاجيب لك العملا مقابل إن أنا هاكلم العملا، هالاقي العميل وهاعمل معاه مكالمة وأقنعه بالخدمة بتاعتك، ولمّا العميل يعمل الsale أو يعني يشتري الخدمة خلاص، فأنا ليّا من الخدمة دي مثلًا 10%. ورقة الورقة اللي أنا كاتب فيها ضاعت وقعت. فلمّا العميل يشتري الخدمة دي، أنا هاخد منك مثلًا 20% أو مبلغ معين أنتم بتتفقوا عليه. ليه دي حاجة حلوة، أو ليه دي حاجة خلّينا نقول إن هي
مش هتموت او صعب انك تستبدلها، لان هي في النهايه انت هي مهاره اقناع. انت بتدور على حد بيدور على حاجه، وانت الحاجه دي بتقنعه بيها، هو بيدور عليها بالفعل، او هي من الحاجات اللي هو ممكن يكون محتاجها، فانت دورك انك تقنعه بيها، ودورك ان انت تكمل الديل ان هو يشتريها. طب هل دي حاجه لكل الناس؟ لا طبعا، لازم يكون عندك مهاره الاقناع، لازم يكون عندك مهاره اللغه، اصلا انت قادر تتكلم، قادر تعبر، قادر توصف، قادر ان انت اصلا البحث بتاعك توصل للناس اللي محتاجه الخدمه دي. في نقطه مهمه جدا قبل اي حاجه انا قلتها، سواء الحاجات اللي انا قلتها او اللي انا هقولها، وهي ان انت لازم تكون يعني مش صفر في الانجليزي. يعني مش لازم تكون ضليع، يعني اللي هو يعني انت بقى طليق وبتتحدث بطلاقه، ولكن ما ينفعش تبقى مهارتك في اللغه الانجليزيه صفر. ما ينفعش. اللغه الانجليزيه بتاعتك لازم تكون كويسه في اي حاجه في اونلاين بشكل عام. يعني انت عايز تعمل دخل بالدولار او بالعمله الصعبه او حتى بالعمله بلدك، كل حاجه حاليا بقت بالانجليزي. كل حاجه حاليا بقت بالانجليزي. أنا كنت بتفرج على فيديو واحد امبارح على الانستجرام، بيعمل زي فود بلوجر، بيعمل معرفش ايه، مثلا فيديو شدني يعني، بتاع واحد اسمه منعش، ممكن ناس كتير عارفاه. فبتفرج على الفيديو فلقيت كل المنيوهات المطاعم اللي هو بيتكلم عليها بالانجليزي. يعني اللي هو ليه؟ طب بغض النظر ليه، مش عايزين ندخل نفسنا في مواضيع مش المفروض نتكلم عنها، ولكن تخيل انت نفسك في بلدك داخل مطعم لقيت المنيو بالانجليزي، فانت لو مش هتفهمه فالموضوع محرج جدا يعني. حتى لو بص، هو الانجليزي اساسي دلوقتي، فانت لازم تتعلم انجليزي سواء مهاره او غير مهاره. الانجليزي هو اساسي في الحياه دلوقتي، ايا كان انت تفكر تسافر، تشتغل، تعمل ني. الانجليزي ده اساسي، لازم تتعلمه جنب اي حاجه تانية. ما عادش حتى يعتبر مهاره، دي بقت حاجه اساسيه في الحياه. المهاره رقم 3، وهي اللي انا بعملها دلوقتي، وهي الكونتنت كريشن او صناعه المحتوى. صديقي العزيز، صناعه المحتوى هي من اهم الحاجات في العصر الحديث. ليه؟ لان انت مش بس ممكن تعمل دخل بالدولار، لا، انت تقدر تسوق لخدماتك، تقدر تسوق لمنتجاتك. يعني انا مثلا بقدم خدمات اللي هي استشارات اونلاين للناس اللي عايزه تسافر، الناس اللي مهتميه بالسفر، فتقدر تحجز معايا مكالمه واساعدك ان انا هقول لك تصدق حضر اوراقك ازاي، الاوراق المطلوبه، الحاجات الصغيره جدا اللي ممكن تساعدك انك تحصل على التاشيره وتساعدك تسافر. فاذا انا بقدم خدمه انا لسه قايل لك عنها في فيديو دلوقتي، فلو حد مهتم ممكن يقول ايه ده، عمر عنده استشاره، فانا هحجزها دلوقتي. او مثلا ابقى في دماغي ان عمر فوده بيقدم استشارات كذا، هو بقاله سنين في كذا، فممكن يساعدني في كذا، فلما احتاج هحجز معاه. فاذا انا بسوق للخدمه بتاعتي. صناعه المحتوى مش بس دخل اونلاين، لان هو يمكن الدخل من اليوتيوب او من الفيسبوك او الحاجات دي في المحتوى العربي مش احسن حاجه، ولكن هي حاليا ممكن يجي لك اعلانات، ممكن تعمل انت منتج او خدمه او اي حاجه وتسوق لها. ممكن ان انت يعني كل حاجه حاليا بقى متعلقه بالمحتوى، حتى التسويق بالمحتوى، حتى الانتاج بالمحتوى، ان انت تنتج محتوى وتسوق لشركات وناس بتقدم حاجات. حتى تيجي تشوف دلوقتي يقول لك ايه، بيرسونال براند، بيرسونال براند، بيرسونال براند، بيرسونال براند، اللي هو كميه ناس بتتكلم على البيرسونال براندنج على اعتبار ان هو بقى اصبح حاجه اساسيه، لدرجه ان رجال الاعمال والبيزنس مان والناس الكبار جدا والفطاحله في مجالاتهم في العالم بقى بيعملوا بيرسونال براند، مع انه هو راجل ملياردير مش محتاج، بس تلاقيه عامل قناه على اليوتيوب وبيتكلم عن شركاته وخدماته وازاي وصل، وبيعمل فيديوهات زي اللي انا بعملها بالظبط، وقاعد في اماكن شبه اللي انا قاعد فيها دي يعني. ممكن يجي واحد مثلا يقول لك ما انت لو فاضي ممكنش تعمل فيديوهات. يا عمي اللي عندهم مليارات بيعملوا فيديوهات حرفيا. انا متابع واحد اسمه ماني خوتشبن، لو انت مهتم بالعربيات فاحتمال كبير تبقى عارفه. ده راجل ثروته حسب جوجل التحديث الاخير 600 مليون دولار. 600 مليون دولار. بيعمل فيديوهات وبيتكلم فيها عن ازاي تشتري عقارات، العربيه اشتراها عامله ازاي. هو مش محتاج يعمل اي حاجه خالص، وبيقدم كورسات. وهو اصلا راجل عقارات، راجل ملياردير، راجل مليون، مالتي مليونير من سنين قبل بقى صناعه المحتوى البيرسونال. يعني هو مش محتاج، ممكن بس يقعد يلعب مع احفاده وخلاص. ولكن البيرسونال براند وصناعه المحتوى اصبحت للاسف، انا بقول للاسف ليه، لان ساعات الواحد بيحس ان هو مضطر يعمل فيديوهات ومحتوى عشان يسوق لشغله، او ان هو، ودي حقيقه بقت للاسف، ان الناس دلوقتي بقت بتثق فيك انت كشخص، ويشوف انت بتبيع ايه، لو مهتم يشتري منك انت وما يشتريش من حد ما يعرفوش. ليه؟ لانه عارفك، ففي ثقه، بتابعك بقاله شهر، شهرين، سنه، سنتين. فاصبحت صناعه المحتوى مهمه جدا. طبعا احنا ممكن نتكلم على الدخل منها، ممكن نتكلم على الدخل من اليوتيوب ومن الفيسبوك ومن السوشيال ميديا بشكل عام، ولكن صعب ان احنا نحصرها بارقام، ولكن بلا شك في دخل. مش هيبقى كبير قوي لو انت بتعمل محتوى معين بلغة معينة، ولكن هو في النهاية دخل، على الاقل جانبي يعني. المهارة رقم 4، ودي يعني بالنسبة لي انا من المهارات المفضلة عندي، وهي الويب سايت فليبنج. ويب سايت فليبنج يعني ايه؟ يعني
عارف انت لما حد يجي يشتري عربيه ويبيعها ويكسب مبلغ صغير، او مثلا يشتري عقار ويشطبه ويبيعه، او هكذا. نفس الفكره في المواقع. يعني ايه؟ في موقع اسمه فليبا، لو انت ما سمعتش عنه صديقي استسمحك انك تخش تتفرج عليه، تخش بس الموقع تعمل اكونت وتتفرج. فليبا ده عباره عن هي واحده من اكبر المنصات في الكوكب، اللي تقدر تبيع عليها بيزنس او تشتري من عليها بيزنس، وعن تجربه شخصيه اكتر من مره. بيع مواقع، بيع قنوات يوتيوب، فيسبوك، منصات، مدونات، شركات. وفي حاجات انت شركات انت ممكن تكون اصلا بتتعامل عليها، تلاقيها مثلا بتتباع على الفليبا ب 150 مليون دولار او ب 100 مليون دولار، وكمية حاجات عالم تاني. الناس دي بتعمل ايه؟ حضرتك بتبني ويب سايت، الويب سايت ده بيقدم خدمة معينة، الخدمة دي انت بعد ما بتعمل موقع مثلا اي زيارات او مبيعات او ايا كان، بتقيم الموقع وبسعره وبتعرضه. فواحد مثلا، انت الموقع ده مثلا كلفك 500 دولار، بعته ب 1000، فانت كسبت 500 دولار. بالمناسبه كنت انا من فتره عملت هنا الفيديو عن البيزنس بتاعي اللي هو بتاع برو هاير رايت، وجالي على الايميل عرض سعر واحد عايز يشتري مني ب 500 دولار. طبعا ما تمتش الصفقه اكيد، لان انا مش هبيع ب 500 دولار اكيد، ولكن انا بس بديك مثال ان انا بس مجرد ان انا عملت فيديو، جالي ناس ما شاء الله يشكروا طبعا كلهم، بعتوا لي ايميلات، وفي ناس قالت لي ازاي نقدر نساعدك، ازاي نقدر نشتغل في افكار هنا، في ما اعرفش ايه. وفي واحد قال لي بص انا مهتم بالموقع و500 دولار حابب. اتكلمت معاه ويعني كذا مره على الايميل وما وصلناش لاتفاق وخلاص، ولكن بعت لي وقال لي انا جاهز ادفع 500 دولار. طبعا انا مش هبيعه ب 500 دولار، ولكن انا بديك الفكره بتاعت ان انت ممكن تعمل موقع وتبيعه ب 500 دولار او ب 5000. طبعا هو مش هيشتري الموقع، هو الموقع نفسه ممكن يروح يعمله ب 50 دولار او ب 100 دولار دلوقتي بالاي اي، او هو حتى ممكن يكون مبرمج يعمله مجانا بس بالاستضافه والايميل والحاجات دي، مش هتكلفه حاجه الا شويه فكه يعني. ولكن هو عايز الترافيك اللي على الموقع، ودي حاجه انا فاهمها طبعا، ان هو مش عبيط. هو الموقع بيجي له ترافيك مثلا من دول زي امريكا والهند ومصر والسعوديه، دول مش قليله، مثلا 30 40 زياره في اليوم او 20 زياره في اليوم. فالترافيك ده بفلوس، هو هياخد يظبط الموقع ويصلحه ويعمل حاجه ويحاول يجيب مبيعات، وممكن يبيعه ب 10 اضعاف او بخمس اضعاف. ده الويب سايت فليبنج، يعني ان انت تجيب موقع تصلحه تظبطه تحاول تخليه يجيب مبيعات او شغل وتبيعه. طب ليه ما تكسبش انت منه؟ ما هو ده هو شغلك، ويب سايت فليبنج. طب ما هو يعني واحد اشترى شقه ما ياجرهاش ليه؟ لا هو عايز يبيعها، هو حر. يعني كله يعني الحاجات دي بتختلف من شخص لشخص، ولكن اللي انا بحاول اقوله بس الشمس دي علامه، والله الشمس جت على وشي. فالويب سايت فليبنج عالم كبير جدا، انصحك انك تبحث عنه على اليوتيوب وتتفرج. تدخل على موقع فليبا ده، من اكثر الحاجات الممتعه بالنسبه لي على الاقل. المهاره رقم 5، وهي المهاره اللي انا بقدمها، ودي مهاره حلوه جدا، وهي الاستشارات. يعني الاستشارات دي مهاره؟ لا، هي خدمه او حاجه انت بتتعلمها كمهاره، تقدر انت تقدم بيها للناس استشارات. يعني ايه؟ هي للاسف حاجه مش مشهوره قوي عندنا، عشان هضطر ان انا احرك الكاميرا كده شويه عشان الشمس مش احسن حاجه. هي مش مشهورة قوي عندنا في الوطن العربي، لأن الناس مش متخيلة إن في حد ممكن يبيع وقته. الناس دايما متعودة إن حد مثلا يبيع فراخ، يبيع لحمة، يبيع بيت، يبيع عربية، يبيع وقته ويبقى موظف، ولكن ما يبيعش وقته ويديني استشارة مقابل فلوس. مع ان مثلا الاستشارات دي مهمه جدا. طب ليه؟ لان انت اولا انت بتبيع خبره عندك، فانت بتبيع للناس سنين من الخبره، بتبيع للناس وقتهم، يعني انت بتبيع وقتك مقابل الاستشاره، في مقابل ان انت بتوفر وقت الشخص اللي بيستشيرك. تالت حاجه، انت بتبيع لهم خبره السنين في حاجه هم هياخدوها في نص ساعه او في ساعه او ايا كان نوع الاستشاره بتاعتك ايه. فيعني انا مثلا هديك مثال عشان برضو اوضح لك ايه الاستشاره. انا بقى زي ما قلت من شويه انا بقدم استشاره بتاعت سفر وحاجات كده. طب الاستشاره دي ممكن اساعدك فيها ازاي؟ هديك مثال. دلوقتي انت مثلا راجل عايز تسافر تشتغل في الامارات تبحث عن شغل، انا رحت عملت كده وقعدت هناك سنين. فاللي انا هقوله لك غالبا هيوفر عليك ممكن فلوس كتير وممكن وقت كتير. هتيجي تقول لي طب ما انا ممكن اتفرج على فيديوهات على النت واجيب كل المعلومات. الله ينور عليك. عشان كده الاستشارات مش لكل الناس. يعني انا الناس اللي بتحجز معايا استشارات بتبقى هي ناس اولا عايز توفر وقتها، ما عندهاش وقت تقعد مثلا 10 ساعات تبحث عشان تلم الموضوع كله، او ما عندوش وقت انه يعمل كده، عايز حد يقول له خلاص. نفس الفكره كده، مثلا انت ممكن انت تغسل عربيتك في البيت تقعد ساعه تغسل فيها، وممكن تروح توديها مثلا مكان يغسل هو وانت قاعد تشرب قهوه، عندك حاجات تانية عايز تعملها. فهي اولويات. فهي الاستشارات اولا مش لكل الناس، ولكن في نفس الوقت انت لو عندك مهاره او موهبه معينه او خدمه معينه او خبره معينه، طبعا انت عشان تقدم استشاره يبقى عندك خبره، فلو عندك خبره في سنين في حاجه معينه هتفيد بيها الناس، فانت تقدر تبيعها للناس.
لان انت هتوفر لهم فلوس، هتوفر لهم جهد، هو هتختصر لهم الموضوع. ولكن برضه عشان تعمل استشاره لازم تبقى انت الى حد ما معروف، او عندك حاجه ليها علاقه بالمحتوى، بتقدم فيديوهات على النت، مشهور في مجال معين، عشان بناء عليه تقدر تقدم استشاره. الاستشاره من وجهه نظري هي يمكن مش اكتر حاجه مربحه بالذات في وطننا العربي، لان هو مش كتير ناس عارفاه، ولو حتى ناس عارفاها فمش كتير ناس هتحتاجك، لان ما عندناش لسه العقلية بتاعة ان انا ايه، خد فلوس واديني وقتك، اللي هي بتاعة انا عايز خبرة فهشتريها بفلوس. لا، هو ناس تبحث، ولما يتشك او يعمل حاجة غلط يبدأ بقى ايه، معلش ممكن تساعدني وهكذا. ولكن هي من اكتر الحاجات اللي انت ممكن تعملها لو انت عندك خبرة في مجال معين بشكل عام. ف دي كانت كل حاجة. طبعا اخر نقطة انا قلت عليها اللي هي اهم مهارة، او يمكن دي مش مهارة ولكن دي اهم نصيحة، لو انت هتاخد حاجة واحدة في الفيديو اللي انا قلت لك عليها في الاول استنى للنهاية، وهي هتبقى الحاجة دي، وهي ان انت اتعلم ازاي تتعلم. يعني اي حاجة انا مثلا قلتها في الفيديو ده، فانت مش محتاج ان انت تروح تاخد كورسات مدفوعة وحاجات غالية وتصرف، لا 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 خالص. انت محتاج ان انت قبل اي حاجة خالص، اي حاجة انا قلتها في الفيديو لو عجبتك حاجة واحدة منهم، روح ابحث عنها في اليوتيوب، اكتبها سواء بالعربي ويفضل تبقى بالانجليزي، لان الانجليزي محتوى اغنى واشمل. عشان كده انا قلت لك ان من اهم الحاجات هي الانجليزي، عشان هي اصلا اللي هتوصلك ان انت توصل للحاجة اللي انت عايز تعملها، وهي ان انت هتتعلم. ابحث عن الخدمة دي او المهارة دي، اعرف ايه شروطها، ايه متطلباتها، ازاي تعملها، ايه الارباح اللي ممكن توصل لها وازاي توصل لها. وابدأ اكتب ورقة وقلم وحط الحاجات دي في خطوات، وابدأ ان انت نفذ، عشان على الاقل تبدأ تشوف. عارف انت اللي هو ايه، انا مش هبدأ انفذ مش هعرف اصلا الموضوع ده مناسب ليا ولا لا، مش لو مش هاخد فكرة عن الموضوع ازاي هحكم عليه. فقبل اي حاجة خالص اتعلم ازاي تبحث عن الحاجة دي، وتعلم ازاي توصل للمعلومات دي من النت، سواء كان جوجل او اليوتيوب. حاليا هتلاقي كمية كورسات مجانية على اليوتيوب لأي حاجة انا اتكلمت فيها. يعني اي حاجة انا اتكلمت فيها هتلاقي ناس خبراء وعظماء وعاملين كورسات مجانية تكفي على الاقل للبداية. في كورسات مدفوعة وفي حاجات فعلا فيها خبرة السنين، ولكن انت مش محتاجها من دلوقتي. انت محتاج الاول تشوف الموضوع مناسب ليك، ينفع تبدأ فيه، تبدأ فيه ازاي، محتاج كام لو عايز تبدأ فيه، هل اصلا محتاج فلوس ولا لا، طب محتاج وقت قد ايه، طب المعدات محتاج لابتوب مثلا قوي، محتاج كاميرا، محتاج مايك، محتاج ايه الحاجة اللي انت هتعملها. وبناء عليها هتبدأ لما تشوف المعلومات دي وتبحث، هتبدأ تتكون عندك صورة كاملة للموضوع، اللي اصلا هتخليك تعرف هل هو انت ينفع ولا ما ينفعش من الاخر. يعني تخيل انت في حاجة عجباك وعايز تبدأ فيها وانت اصلا مش عارف هو اصلا انا ينفع ابدأ فيها ولا ده تضييع وقت، فتخيل انت مش عارف حاجة زي دي اصلا يعني. فدي كانت كل حاجة النهاردة. اتمنى الفيديو كان عجبكم. لو مهتم بيه لو يعني لو تقدر تعمل لايك على الفيديو اشكرك، لو ما تقدرش او في مشاكل عندك في الماوس براحتك. فبس اشوفكم الحلقة الجاية والفيديو الجاي، وانتوا عارفين بقى. سلام.